ايام المواسم والاعياد الدنيا برا وسط البلد بتبقى كلها زحمة وانا مش بحب الزحمة. فقررت ان انا انزل نتمشى انا والولاد كده شوية. واحنا ماشيين قلنا ندخل ناكل ايس كريم. كانت الدنيا هادية كده في المكان اللي احنا نزلنا اتمشينا فيه. هما طلبوا ايس كريم وانا الولد قال لي في طواجن نوتيلا تحفة، فقلت له جرب واحد. انا بصراحة كنت مقلقة ان اول مرة اروح المكان ده، فجربت واحد قلت له جرب. بس ابهرني شكله تحفة، تقديمته فظيعة. ما اكلتش زيه في افخم الاماكن والكافيهات اللي انا بروحها، وسعره بسيط جدا وحلو قوي قوي قوي. العيال سابوا الايس كريم ودخلوا معايا على طاجن النوتيلا ده. بصوا فيه كل حاجة، شوكليت كيك، ايس كريم، فاكهة زي ما انتوا شايفين كده مشكلة حلوة قوي. للأمانة شغلهم عجبني جدا رغم ان المكان بسيط. فقررت ان انا اعمل له ريفيو حلو قوي لانه فعلا عاجبني، وانا بشجع كل حد عنده ضمير في شغله. فين بقى يا سارة؟ بغوص الممشى. كافيه كده صغير اسمه المزاجنجي او المزاجي، حاجة زي كده. بس هو فعلا حلو قوي واسعاره جميلة جدا، واللي بيقدموا الخدمة هناك كويسين محترمين قوي. لا فعلا القعدة عجبتني لان المكان كان هادي، وانا عارفة ان وسط البلد هيكون زحمة جدا. باي باي.